وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خايت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا. صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الظبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظليا ولا غير النجيع شرابا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة وإماما. ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذابا. لهفي لجسمك في الصعيد مجردا تكسوه من الدماء ثيابا. لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا وحسينا. لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا تكسوه من أنواره جلبابا.
وتشعبت مني الروح، شال راسه وشاف راس حسين بالخط يلوح، وظل يخاطب حامله والقلب منه مفتته. يلي شايل راس ابويا حسين في رمح طويل، الريح تلعب به ودمه فوق شيباته يسيل. الله الله بيهنا فوق الرمح راسه يميل، خفه وعمل اجر بينا لا تشوفه عينته، نخاف ترتاع الوديعه بشوفها راس الولي، ما لها واحد يسأل ليها ولا عدها ولي. إن شاء الله من النجف عايج الفارس علي، وينظر وديعاته بين القوم كلها مشتته، وينظر الحورة عقب ذيك المعزة مذللة، حرمة وبديرة أجانب بالسياط تروعت، راسها مكشوف بالها يا حيدر مقنعه، وراس الشهيد حسين تلعب الريح بشيبته. سمعت الحورة وقالت هالتمني ما يفيد، حسين قدم لي خبر بين العدا يقطعوا البيت، ويدخلون مهتكات بمجلس الطاغية يزيد، وراسه يا ويلي ينكثى، وراسه يا ويلي خيزرانه ينكثى. أحسن رحم الله إليك طيب الله بارك الجواب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الوشاء عن سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد
من المسائل التي ذكرها الفقهاء في بحث الركوع مسألة الشك في الإتيان بالركوع والقيام الذي بعده. فمن شك في الإتيان بالركوع أو القيام الذي بعده بعدما دخل في السجود ذكروا بأنه لا يعتني بهذا الشك ويكمل صلاته ولا شيء عليه. فهذا تارة يكون الشك بعد الدخول في السجود. زين، إذا كان الشك قبل أن يدخل في السجود، فإن كان الشك في القيام الذي بعد الركوع وبعدما هوى إلى السجود شك، هل أنا أتيت بالقيام الواجب بعد الركوع أم لا؟ فهنا الفقهاء يقولون أيضا لا يعتني بهذا الشك، ولكن على الأحوط استحبابا طالما أنه بعد ما دخل في السجود يرجع يأتي بهذا القيام ويكمل صلاته. هذا الشك في القيام. زين، إذا كان الشك في نفس الركوع، الإتيان بالركوع، وبعد لم يدخل في السجود، بعد أنا ما سجدت، هويت إلى السجود قبل ما أضع المساجد على الأرض، الجبهة على الأرض، شكيت أنا ركعت أو ما ركعت. هنا الفقهاء على نحوين، بعضهم كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه يرى بأنه يرجع ويأتي بالركوع، أما غيره من الفقهاء فبعضهم يرى أنه لا، طالما أنه هوى إلى السجود حتى لو بعد ما دخل في السجود ما يعتني بهذا الشك ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. فاختلاف الفقهاء فيما إذا شك في الإتيان بالركوع بعدما هوى إلى السجود. أما إذا بعد أن سجد السجدة الثانية تذكر أنه لم يأتي بالركوع، فهنا ذكروا بأن صلاته بطلت. نعم، إذا كان قبل السجدة الثانية دخل في السجود جاء بسجدة واحدة وبعدها تذكر أنه لم يركع، فهنا يرجع ويأتي بالركوع ويكمل صلاته ويأتي بسجود السهو بعد الصلاة لهذه السجدة الزائدة الذي أتى بها قبل الركوع. فإذا إذا أكو علاج فهو قبل الدخول في السجدة الثانية، أما مجرد يدخل في السجدة الثانية وتذكر أنه ما ركع بعد الصلاة بطلت هنا، لأنه نقص منها ركن، والركوع ركن ونقصه يضر بالصلاة أيضا حتى لو كان عن سهو. هذه 3 مسائل على فروع متداخلة فيها، ونسأل الله عز وجل القبول. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حينما نراجع روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في خصوص الروايات التي وردت تحث على زيارتهم من بيان فضل زيارة وما إلى ذلك من فوائد الزيارة، نجد بأن الروايات
تشير إلى أن الزيارة حق من حقوق الأئمة عليهم السلام على شيعتهم وأوليائهم. وقد صرحت هذه الرواية الواردة عن مولانا الرضا عليه السلام بأن ذلك حقا لهم، حق من حقوقهم، كما أن معرفتهم حق من حقوقهم، طاعتهم عليهم السلام حق من حقوقهم، كذلك زيارة قبورهم كما صرح الإمام الرضا عليه السلام حق من حقوقهم، حيث قال إن لكل إمام حقا عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم سلام الله عليهم. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. ثم يقول الإمام ويشير إلى أمر مهم، يقول فمن زارهم رغبة في زيارتهم. ترى الإنسان يذهب لمجرد الزيارة، ترى الزيارة تكون هي في طريقه كما نقول، الغرض غرض آخر من السفر من قصد ذلك المكان، والزيارة أمر عارض. حتى هذا الشخص يثاب، لكن ليس كمن يشد الرحال من بلده إلى ذلك المكان الذي فيه قبر لإمام من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه، كان هذا جزاء الزائر في يوم القيامة، كان أئمتهم شفعاءه يوم القيامة، شفعاءهم يوم القيامة. فإذا الزيارة أحد الثمار التي يجنيها الزائر هو أن يكون الأئمة عليهم السلام شفعاءه يوم القيامة. والإنسان يسعى لأن يحصل على شفاعة أهل البيت عليهم السلام بأي عمل من الأعمال. الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فيها عدة صيغ، عدة أمور ترغب في زيارتهم صلوات الله عليهم. هذا أحدها أن يكون شفعاء يوم القيامة. زين، مثلا زيد الشحام يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ما لمن زار واحدا منكم، أنتم الأئمة عليكم السلام، ما لمن زار واحدا منكم؟ قال الإمام عليه السلام: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. بعض الروايات أفصحت: من زاره صلى الله عليه وآله غفرت ذنوبه، وجبت له الجنة، إلى غير ذلك. فالإمام عليه السلام الصادق يقول: من زار واحدا منهم كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي يقف على الزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يجد، والمسألة مو في وقت الرخاء، لا، المسألة إذا نراجع الروايات الواردة في خصوص الزيارات ككامل الزيارات، مثلا نجد بأن الزيارة لا ترتبط بوقت الرخاء فقط، بل حتى في وقت الشدة الأمر مطلوب. هذا الحق لا زال يؤكد عليه من قبل الأئمة عليهم السلام. لذلك من جملة الروايات الواردة في زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام
أنه الإمام عليه السلام يقول: من ترك زيارته خوفا بسبب الظروف، كانت هناك أمور تخيف كذا إلى غيره، من ترك زيارته خوفا لا آمنه الله يوم الفزع الأكبر. هذا تأكيد على عدم ترك الزيارة مهما كانت الظروف، مهما صعبت الظروف. لهذا الإنسان ينبغي أن يلتفت بأنه لا تثنيه بعض الأمور التي ربما تكون من الأمور الكمالية، لا تثنيه عن الزيارة وما في الزيارة من فوائد وأمور ذكرتها الروايات الشريفة. شاهد لما نرجع إلى متون الزيارات نجد بأن الزيارات تؤكد ما جاء في القرآن الكريم من أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أحياء عند ربهم يرزقون. تقف على قبر المعصوم وتقول: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. وهذا أمر لابد أن يؤكد عليه، لأنه الإنسان حينما يقف عند الأضرحة الشريفة، أنا لم أقف أمام جسد ميت، وإنما أنا أقف أمام روح إمام عليه السلام حاضرة في هذا المكان. تشهد: أشهد أنك تسمع كلامي، وترى في بعض الزيارات وترى مقامي. الإمام عليه السلام يسمع ويرى، وهذا ما أكدته الآية الشريفة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذا نعتقد بأن الأعمال، كل أعمال شيعتهم تعرض عليهم وهم يعلمون بكل ما يصدر من شيعتهم من فعل وقول. الآية الشريفة أيضا التي تحدثت عن الشهداء وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله هو أشرف الخلق وأفضل الخلق، ومن بعده الأئمة عليهم السلام. لا شك أنهم أفضل من الشهداء، فهل يعقل أن يكون الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ويكون هؤلاء الذين هم أفضل من الشهداء يكونوا موتى؟ لذلك ورد على النبي صلى الله عليه وآله: من سلم علي من قرب سمعته، ومن سلم علي من بعد بلغته. وبلغ السلام حتى من بعد. لذلك ورد عن أهل البيت حتى الزيارة من بعد مطلوبة. الإنسان لابد أن يكون دائما وأبدا على ارتباط بأئمته. وهذا المعنى أنهم أحياء عند ربهم يرزقون تؤكده الزيارات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحتى السيدة الزهراء عليها السلام، نعم، لا يعرف لها قبر في هذا الزمان، زمان الغيبة، بلي. لذلك حتى السيدة الزهراء من أراد زيارتها كيف يزورها؟ أين يزورها؟ السيد محمود المرعشي عليه الرحمة، والد السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس الله تربته، هذا الرجل من العلماء الأجلاء كان يريد معرفة قبر الزهراء عليها السلام حتى يتمكن من زيارته، فصلى 40 أربعاء في مسجد السهلة ليرى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. وهذا العمل وارد، أنه من أراد أن يرى الإمام فليصلي 40 أربعاء في مسجد السهلة ليرى الإمام عليه السلام. وهذا العمل علماؤنا كانوا يواظبون عليه، وهناك قضايا كثيرة من جملة هذه القضية لهذا العالم المقدس. هذا صلى 40 أربعاء، في تمام 40 رأى الإمام عليه السلام.
وتشرف بالحضور أمامه، فطلب منه أن يعلمه بقبر الزهراء أين هو حتى يتمكن من زيارته على نحو الخصوص. الإمام عليه السلام قال له: عليك بكريمة أهل البيت. السيد المرعشي رحمة الله عليه ظن كريمة أهل البيت المراد بالزهراء عليه السلام، قال: إنما طلبت ذلك، أنا طلبت منك أن تدلني على قبر كريمة أهل البيت. قال الإمام له عليه السلام: إنما عنيت فاطمة المعصومة المدفونة في قم، سلام الله، فمن أراد زيارة الزهراء فليزر السيدة المعصومة، فقبرها هو يمثل قبر السيدة الزهراء عليها السلام، وأما قبر الزهراء فذلك سر من الأسرار، ولهذا وردت في زيارتها سلام الله عليها روايات. صار بعد ذلك سيد محمود المرعشي شد رحله من النجف الأشرف إلى قم المقدسة لزيارة كريمة أهل البيت السيدة المعصومة سلام الله عليها بنت الإمام موسى بن جعفر، والذي تقرأ في زيارتها حينما تقرأ هذه الزيارة الواردة عن الإمام الرضا سلام الله عليه، والتي رواها سعد بن سعد الأشعري القمي حينما قال له الإمام: عندكم لنا قبر يا سعد؟ قال: نعم، قبر فاطمة بنت موسى. فالإمام عليه السلام قال: فمن زار قبرها فله الجنة. رزقنا الله وإياكم زيارتها. في زيارتها سلام الله عليها هناك شيء ملفت بالنظر يرتبط بما ذكرته، وهو كون الأئمة عليهم السلام حاضرون يسمعون الكلام يردون السلام. تبدأ في زيارة السيدة المعصومة عليه السلام التي علمها الإمام الرضا للأشعري: السلام عليك يا آدم صفوة الله، السلام عليك يا نوح النبي، السلام على نوح النبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله. شيء ملفت للنظر. السلام على أئمة، على الأنبياء وهم من أولي العزم، مع ذلك كان الخطاب بالغيبة: السلام عليك، السلام على نوح، السلام على آدم صفوة الله عفوا، السلام على نوح، كله بأسلوب الغيبة. لما وصل إلى رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة إماما بأسمائهم، الكلام كان للمخاطب بضمير المخاطب لا بضمير الغائب. السلام عليك، ما قال السلام على رسول الله، السلام على لا، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حسن، إلى آخر الأئمة واحدا بأسمائهم بضمير المخاطب، إشارة إلى أنهم يسمعون الكلام سلام الله عليه. وقد وردت روايات في الحث على زيارتها سلام الله عليها عن الأئمة عليهم السلام، عن الصادق عليه السلام وعن الرضا وعن الجواد سلام الله عليهما، تحث على زيارتها. الإمام الرضا عليه السلام يقول: من زار المعصومة بقم كان كمن زارني. سلام الله عليك يا أبا الحسن. يقول: من زارني كان معي في درجتي في الجنة، من زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة، من زارني زرته، إلى آخر ما ورد في زيارته روايات كثيرة. مع ذلك يقول الإمام: من زار المعصومة بقم كان كمن زارني. والإمام الجواد يقول: من زار عمتي فله الجنة. ولهذا ينبغي للمؤمنين الذين يذهبون لزيارة الإمام الرضا عليه السلام أن لا يغفلوا عن زيارة أخته المعصومة سلام الله عليها، فإنه قد ورد الحث
على زيارتها، وقد رؤيت الكرامات من ذلك المقام الشريف، من تلك الكرامات التي شهدت العلماء من مراجع وغيرهم. إذا كما يذكر بعض العلماء إذا عسرت عندهم مسألة ذهبوا وتوسلوا بالسيدة المعصومة عليها السلام، فالمسائل تحل ببركتها، المرضى تشفى ببركتها. من تلك القضايا قضية قصيرة على نحو السرعة. المسؤول عن الروضة الشريفة في قم، هذا الكلام قبل 100 سنة تقريبا، يقول: جاء جماعة من كاشان ومعهم امرأة قد شلت ما تمشي، جاءوا بها إلى ضريح السيدة المعصومة سلام الله عليها وتركوها عند الضريح. إجت الليل بعد وقت إقفال الحرم الشريف، وهذه بعدها مطروحة على الأرض، زين. فيقول: أنا بعد اضطررت أن أغلق الحرم وهي بالداخل، تركتها بالداخل. يقول: أغلقت الحرم وبقيت خلف الباب أحرس المكان. يقول: بعد منتصف الليل وإذا بي أسمع صوت المرأة تقول: لقد شافتني لقد شافتني. يقول: فتحت الباب دخلت وإذا هذه المرأة جاية تمشي على قدميها وتقول: لقد شافتني السيدة عليها السلام. يقول: قلت لها: ما الذي جرى؟ قالت: لقد أحسست بشدة العطش. يقول: تقول: فخفت أن أطرق الباب حتى تأتيني أنت بالماء فأشق عليك. يقول: تقول: فاستحييت من ذلك وصبرت. يقول: فغفت عيني، تقول، فرأيت السيدة سلام الله عليها قد أقبلت لي بقدح فيه ماء وقالت لي: اشربي. فشربت منه وانتبهت من النوم فلم أجد إحساسا بالعطش، ووجدت نفسي قد شفيت تماما ببركتها. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فبركاتها سلام الله عليها هناك قضايا كثيرة نقلت، موجودة مكتوبة في الكتب، وأيضا تنقل سماعا من بركاتها سلام الله عليها، وهي ابنة باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. وهي كانت تعيش في المدينة. ما الذي جاء بها إلى أرض قم؟ الذي جاء بها إلى أرض قم لما أشخص الإمام الرضا عليه السلام في سنة 200 من الهجرة، بقيت هي سلام الله عليها في المدينة إلى أن جاء إليها كتاب من الإمام الرضا عليه السلام، فخرجت من المدينة مع جمع من إخوتها قاصدين الإمام الرضا عليه السلام، ولكنها لم تحظى برؤية الإمام. لما وصلت إلى منطقة ساوى بين قم والري وطهران، هناك السيدة عليها السلام اعتلت بعلة، وهناك قتل إخوتها، وحملت سلام الله عليها إلى أرض قم. وفرح الناس بوصولها إلى أرض قم، من جملتهم الخزرجي خرج لاستقبالها وهو أحد وجهاء قم، زين. ولكن ما طالت مدتها في قم سلام الله عليها، 17 يوم فقط قضتها في قم، وبعد ذلك فارقت الدنيا. وكانت سلام الله عليها بعض الروايات تقول تأثرت بسبب قتل إخوتها أمامها، هذا هو اللي قضى عليها. وبعضهم يقول لا، الذي قتل إخوتها هو الذي دس إليها سما، لذلك ما طالت علتها 17 يوم وقضت نحبها سلام الله عليها. وقام أهل قم شيعة قم بعد أن فجعوا فيها، تلك الفرحة ما دامت بحلولها عندهم،
بل انفجعوا بموتها فغسلوها، كفنوها، شيعوها، صلوا عليها، أرادوا إنزالها لكنها غريبة ليس معها أحد من أهلها، كيف ينزلونها؟ من الذي ينزلها إلى حفرتها؟ وإذا بفارسين قد أقبلا ملثمين جاء ونزلا إلى الجنازة، صليا عليها وأنزلاها في حفرتها. قيل بأن هذان الفارسان هما الإمام الرضا عليه السلام وابنه الجواد. ولكن سيدي أنت ما تحملت، بقيت أختك سويعات منذ أن ماتت، الناس حيارى كيف يوارون جسمها. إذا وأتيت مسرعا إليها ليتك حضرت ببغداد لجنازة أبيك التي بقيت على جسر بغداد، والذي نادوا عليها بنداء الشماتة هذا إمام الرافضة، من أراد التفرج فليأتي أيها إماما. وسيدا أينك سيدي عن جنازة أبيك؟ باب الحوائج. الناس بقوا بين متفرج وبين باك، أصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، ذاك متشمت وهذا فوق خده مدمعة. يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الأربعة وتبكي لحالة العدا. حول سليمان صارخ من سمع ذاك الندى، يصيح خبروني ايش صاير، ضاق بي رحب الفضا. قالوا اللي على الجسر صوبين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجاز ممددة ويتفرجون. صاح جيبوها بعجل لي ترى تزلزل الكون، هذا من بيت النبوة وبيدهم حتم القضاء. وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وكفنوه، برده ب20,000 جسم ابن جعفر كفنوه. وصاح المحشم يا شيعة إمامكم قوموا ادفنوه. طلعت الشيعة بسرعة للسرير معرضة. يا عظم شوفها بعد تلك الشماتة وبعد تلك الغربة، شوف شلون صار لجنازة الإمام. يا عظم مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الرؤوس جملة من الشرى سود الأعلى، والنساء تلطم صدرها والزلم تلطم لها. على إمام ميت بسجنه ولا أحد غمضه. لكن لاحظها عن غريب الغاضرية وين صابت شيعته، ليتهم جوله قبل دوس الحق
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل عليه صلاة دائمة تدوم بدوام ملكك يا رب العالمين. اللهم عجل له الفرج والعافية والنصر، واجعل فرجنا وفرج شيعة آل محمد بتعجيل فرجه الشريف. اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة. من علينا وعلى المرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة. المؤسسون والسامعون تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم، يسر أمورهم بالنبي وآله. وإلى موتى المؤسسين وموتى السامعين ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وعلماء الدين الماضين نهدي لأرواح الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.